السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم وصفات ربة بيت. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. صحة رمضانكم وصحة فطوركم، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. وصفتنا لنهار اليوم كما راكم تشوفوا في الصور هي رولي الدجاج بنص صدر دجاج فقط. نديرو كمية ما شاء الله توكل عيلة كبيرة. أنا رافقت هذا رولي بالزيتون صوص حمراء. راح نبدا اول حاجه نخدم لاصوص تاعي هذه في طنجره صغيره. راح ندير حوالي بصله يعني متوسطه. نقليها، نزيد عليها نص صدر نص فخذ تاع الدجاج. وانتم الا كان عندكم هذوك لي كاركاس تاع الصدر تقدروا ديروا بهم يعني غير للبنه. هذا ما كان، انا ما كانوش عندي. درت نص فخذ. نحط البصل والدجاج يتخلاو مع بعضهم. من بعد ما يتخلى لي البصل ويولي اللون تاعو شفاف ويطلق الماء تاعو، نزيد كميه تاع الثوم. انا هذه الثوم كنت خدمتها في وقتها درتها في الكونجيلاتور. ويعني كي نحتاجها بكل سهوله نجبد نخدم بها. نزيد نحط الثوم هذه معاها ونخليها تتقلى مع البصل مليح. تبعوا معايا الفيديو هذا حتى الاخير، تشوفوا الطريقه اللي درتها باش يعني عطاتني كميه ما شاء الله. يعني بنص صدر دجاج درت 3 تاع لي بوده تاع الرولي هذا. بعد ما تقلات لي البصله مليح راح نضيف الملح والتوابل، فلفل كحل، فلفل احمر، شويه تاع كمون، وهذا ما كان شويه تاع كمون. انا هادو التوابل اللي راني نعتمدهم يعني ما نكثرش منهم. انا تقدروا ديروها نتوما صوص بيضاء، لكن انا ما نحب تكون صوص حمراء خير. لذلك درت كميه شويه تاع 2 مغارف صغار، مقدار تاع 2 مغارف صغار تاع الطوماطيش، ونزيد نقليهم مع بعضهم مليح. وكنصيحه يعني هنايا كي تعودوا تخليو خاصه كي تضيفوا التوابل والطوماطيش وتلاحظوا انه البرمه تاعكم تكونوا تقليوين، تلاحظوا انه البرمه تاعكم يعني ما فيهاش الماء ناشفه. بالافضل انكم ديروا قطره تاع الماء فيها وتخليوها تتغلى مليح باش هكذا التوابل هذيك تاعكم ما تتحرق لكمش وما تعطيكمش يعني ما ترجع لكمش بالمروريه. هنا بعد ما قليت شويه تاع طماطم مع التوابل. عندي هذا الزيتون انا كنت يعني بدلت له الماء شحال من مره، وانتم تحبوا تغليوه ديروا له يعني كميه تاع مغرفه تاع خل مع مغرفه تاع السكر، وكي يهز الغلوه تبدلوا له الماء. انا فضلت اني نبدلو الماء بارد شحال من مره. نخليه يزيد يتقلى لي مليح مع البصله والطوماطيش. انا هذه الطريقه تاعي في الزيتون. نحبو نضيفو مع الاول باش يطيب هكذا يحبوا الافراد العائله تاعي. من جهه اخرى نجيو نحضروا الرولي تاعنا. هنا عندي صدر دجاج، نص صدر دجاج، الوزن تاعو جا 250 غرام. ضفت له مقدار كميه حبه بصل متوسطه، كميه مليحه تاع المعدنوس، وزوج حبات متوسطين تاع البطاطا كنت غليتهم في الملح والماء والملح وصفيتهم ومعستهم مليح. يعني درتهم بيري، ما لازمش يكون فيه هذوك الحبيبات. نضيف حبه تاع البيض ونضيف التوابل نفسهم اللي ضفتهم في البرمه تاعي نضيفهم في الرولي تاعي. شويه ملح، شويه فلفل كحل، شويه فلفل احمر، وشويه كمون. ونجي نعجن بيديا هذه المكونات. شوفوا هنايا هذا اول حاجه البصل وكميه من الثوم، نسيت ما ذكرتهاش، ما هي درت ثاني كميه تاع الثوم. هذا البصل اول حاجه البصل يزكينا الرولي تاعنا، وثاني حاجه ثاني البطاطا تخليه زاكي وتخليه طري ما يجيش ناشف وما تبانش باللي فيه البطاطا لداخل، وتعطينا يعني كميه ما شاء الله. يعني تابعوا هذه الطريقه كي تحبوا تزكيو ما تكونش عندكم كميه كبيره تاع الدجاج صدر الدجاج وتحبوا تزكيو الكميه. زيدوا شويه تاع البطاطا الممعوسه مرحيه، راح يعني يعطيكم يضاعف لكم الكميه.
وفي نفس الوقت ما تبانش بطاطا باللي محطوطه فيه. شوفوا هنا بعد ما معست وخلطت المكونات مليح مع بعضها البعض، نبدا نضيف لا شابلور ولا في الخبز المرحي. نضيف بالملعقه ونخلط. انا ما لازمنيش نشف اللحم تاعي هذه ولا الخليط هذا تاعي باش ما يجينيش مدكس من بعد وثقيل. نضيفه ونخليه طري. وما تنساوش باللي الخبز اليابس كي تخليوه الخليط تاعك يرتاح راح يزيد يشرب كامل السوائل. هنا انا ما زلت حاسه باللي الخليط تاعي محتاج نزيد. ضفت ملعقه انا على بعضهم، ضفت 3 ملاعق تاع الخبز اليابس المرحي. هنا كما قلت لكم ما نشفوهاش. شوفوا هنايا مازالت راهي تلاصق نوعا ما في يدي كي نحبس، مي بصح راح نخليها شويه واحد 5 دقائق ومن بعد نعاود نرجع ليها راح نشوفوا كيفاش يعني ولا القوام. هنا راح ننزل الشيء اللي حاصل في يدي بالملعقه ونغسل يدي. نروح نزيدو نرجعوا لهذيك البرمه تاعنا نشوفوها اللي كانت تقلات، ونخليو هذه في الاثناء هذه نخليو هذا الخليط تاعنا يرتاح، والخبز هذاك راح يزيد يشرب لنا السوائل الزايده. شوفوا هنا بعد ما تقلى لي هذاك الزيتون مع الدجاج والبصل والمكونات الاخرى، راح دروك نمرق بالماء السخون. ضروري انكم تمرقوا بالماء السخون هكذا تسرعوا في الطهي تاع والمرقه تجي بنينه خير، وما نكثروش بزاف المقدار باش يطيب لنا هذاك الدجاج فقط. كي تهز لنا الغليه هذه البريمه تاعنا حوالي 2 دقائق تغلي، نخليوها تغلي 2 دقائق 3، نقصوا عليها النار ونخليو الدجاج تاعنا يطيب على نار هادئه، ونعاودوا نرجعوا للخليط تاعنا تاع الرولي. شوفوا هنا كي خليته كيفاه تشرب السوائل. انا هنايا دهنت يديا بشويه تاع الزيت باش ما يبقاش الخليط هذا كيلصق في يديا، وخليت الزيت مع شطي. كي نحس باللي الخليط هذاك بدا يتلاصق ندهن يديا بالزيت. هنا راح نقسمها ل3 كوبيرات، وانتم تقدروا ديروها حتى على 4 كي يعودوا صغار. انا هنا واحد جاني شويه كبير، 2 جاوني ملاح، وواحد جاني شويه كبير عذبني يعني في الخدمه. من الافضل انكم يعني ديروهم على 4 لاش تيجيو شويه صغارين خير، يجيوك مسهلين في الخدمه وما يعذبوكمش. راح نجيب هنا ورق شفاف ونجيب الكرة الأولى ونحلها يعني بشكل يعني مستطيل بسمك رقيق. وهنايا لكن تراعيو انكم كي ديروا لي بودان تاعكم تراعيو الكسكاس ولا المقلاة اللي رايحين طيبوا فيهم هذا البوده، يعني لازم ما يكونش كبير بزاف باش يدور لكم في المقلاة هذه، يعني لازمكم تنتبهوا ليها. كما قلت لكم انا واحد جاني شويه كبير شويه عذبني في الخدمه، والزوج الاخرين كما جاوني سوا. نحلها بيدي بطريقه هذه بسمك رقيق، ومن بعد نجيبوا الفرماج تاعنا. انا استعملت هذاك اللي يتباع الكاريه كان يتباع ب5000 درك، هو ماشي ب5000. المهم استعملت شاف ما اظن هو، درتو قطعته هكذا مستطيلات، وانتم استعملوا اي نوع تاع الفرماج تحبوه. انا هذا استعملته لانه ما يذوبش في ساعه، يعني من بعد ما يغبرليش في الرولي تاعي. كاين اللي فتحوه تقدروا تستعملوا هذاك تاع البرجر ثاني يجي يعطي منظر مليح في الرولي تاعنا. ونبدا بالاستعانه بالورق الشفاف الرولي الدجاج تاعي هذا بالطريقه هذه، ونحاول يعني نصير عليه بالطريقه هذه. شوفوا ونغلق مليح الطرف الاخر، ونغلق ثاني الحواف الطراف هذوك ثاني الحافتين نغلقهم مليح باش ما يخرجناش من بعد الفرماج منهم. لازمكم تتاكدوا بلي راكم غلقتوا على الفرماج مليح باش من بعد كي نطيبوا الرولي تاعنا الفرماج ما يخرجناش برا الرولي. شوفوا بالطريقه هذه نعاودوا بالاستعانه بالورق الشفاف نرجعوا الرولي تاعنا للحافه الاولى ونروليو عليه بالطريقه هذه، ونحاولوا نزيروا مليح باش نضمنوا انه ما يتحلش معنا في الفرن. وتقدروا تستعملوا الورق ورق الطهي بدل يعني الورق الشفاف. هذا ثاني ورق الطهي يصلح، انا بالنسبه لي ورق الشفاف يزير
تقدر تزير على البودان تاعكم خير من ورق الطهي. شوفوا هنايا ونزير مليح على الحواف يعني، وفي المرحله تقدروا تحكموا في الطول تاع البودان تاعكم يعني تقدروا تخسروا فيه. نديروا لي شوفوا نزيروا على الحواف كي تزيروا بالطريقه هذه تقدروا تحكموا في الطول. اذا كان شفتوه جاكم طويل بزاف نزيد نعاود انا نزير عليه مليح، ونزيد نجيب ورق شفاف اخر ندوب لي الورق الشفاف باش نضمن هكذا ما يخرجلناش ما يتفتحلناش الرولي من بعد، وباش نزيد نزير عليه مليح في الورق الشفاف الثاني بالطريقه هذه. ومن بعد شافوا ونزير مليح راح كي يدوبليو الورق راح يتزير خير ما كي ديروا غير وحده برك. نزير على الطرف مليح ونجيبوا ورق الالومنيوم ونزيد نغطيه نروليه بورق الالومنيوم ونغلق مليح. راح نكمل بنفس الطريقه مع لي بودان تاعي كامل. انا هنايا قلت لكم درت 3 تاع لي بودان، ويعني 3 ما شاء الله يعني ماشي صغارين كما قلت لكم. نتوما تقدروا ديروهم حتى الاربعه، راح يوكل لكم يعني عائله كامله ويعني والبنه ما راح تبان بلي فيه بطاطا ولا واحد، ما راح يعرف يبان بلي مخدوم غير بالدجاج برك. نزيد نعاود نخدم نعاود معكم الرولي الثاني بنفس الطريقه. بالنسبه للطهي نتاعو كل واحد كيما يحب، كاين اللي يحب يديرو في الكسكاس يحط في الكسكاس، كاين اللي يحب يديرو في الفرن. الا كان درتوه في الكسكاس كيما قلت لكم تراعيو الطول تاع البودان تاعكم يجي قد الكسكاس اللي راح نطيبوا فيه، ومن بعد راح نزيدو نحمروا في المقله يجي تاني قد المقله اللي راح نتحمروا فيها. هنا كاين اللي يطيبوه كيما قلت لكم في الكسكاس. اذا كان درتوه في الكسكاس فورتوه يعني في الكسكاس كي يبدا الماء يغلي تحسبوا له يعني حوالي 40 دقيقه وطفيو عليه يكون طاب مليح. انا درته هنا في الفرن دالي حوالي يعني 45 دقيقه في الفرن، وكانوا لي بودان تاعي واجدين يعني صدر الدجاج ما فيهش الروح مع يطيب ليه ما يعني ما يديش وقت كبير في الطياب نتاعو. بنفس الطريقه الرولي هكذا ونزير. نتمنى انه الوصفه تاع اليوم عجبتكم لاستيوس تاع كيفاه يعني نزكيو الدجاج تاعنا تكون يعني استفدتوا منها. ولي يعرف هذه الطريقه من قبل موالف يخدم بها يقول لنا في التعليقات. وإلا كان عندكم يعني نصائح من النوعيه هذه كيف يعني تدابير ونصائح تستعملوهم في المطبخ تاعكم يعني باش تسلكوا احوالكم يعني وينفعونا، ماذا بينا تشاركوهم معنا في التعليقات باش هكذا كامل نستفادوا من بعضنا. ولي أول مرة يشوف القناة ويعجبه المحتوى نقوله ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش توصلوا كل إشعارات تاع الفيديوهات اللي نحطوها جديدة على القناة. وإلا كان عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي الجيم. يعني نشكر لكم في الفيديو اللي فات يعني ما خيبتوا ليش امالي، ويعني وكانت وديرتوا لي جيم اللي دخلت تفرج يعني داروا لي جيم. نتمنى تاني في الفيديو هذا ما تنساونيش بالجيم والبارطاج باش يوصل اكبر عدد ممكن من الناس ويستفادوا من الفيديو هذا. نستمر بنفس الطريقه نخدم لي بودان تاعي ونخلص وندخلهم كما قلت لكم الفرن يطيبوا لي على فرن. انا سخن درت الفرن على 180 درجه مئويه، خليتهم يطيبوا داو لي حوالي يعني 45 دقيقه كانوا طايبين. من بعد ما يطيبوا نخرجوهم نخليهم يبردوا شويه، ومن بعد نفتحوا عليهم الورق الطهي وهذا الورق الالومنيوم وورق الشفاف. وراح تشوفوا معنا لي بودان تاعي من بعد ما طابوا كيفاه تحصلنا عليهم، ما يتفتحوا ما يجيو ما يروحوا يعني ما تخافوش منهم. ما تقولوش مثلا الا كان كي زيدنا لهم بطاطا يعني ممكن ما يصلحوش ولا بالعكس
يجيو طريين وهشوشين وما تبانش، ما يبان واحد ما يعرف بالكم، ما تقوليش انت بلي خدمتهم بالبطاطا واحد ما يعرف. شوفوا هنايا من بعد ما طابوا لي ومازالوا راهم سخونين، نحيت خليتهم تفاو شويه، يعني نغسلهم نخفض شويه درجه الحراره تاعهم، وليت جبت صينيه. هذه المرحله يعني تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش، يعني تحبوا ترمضوهم في الفرينه تحبوا لا. كاين حتى اللي يديروا في الفرينه والعظام وهذاك. انا هنا درتهم بالفرينه، وتحبوا نتوما ديروهمش بالفرينه طول تحمروهم كما تحبوا. درت انا هنايا كميه من الزيت. شوفوا هنا هذا البوده اللي جاني شويه طويل، عذبني في كي نعود نقلب ولا يجي محشور في مزير في المقلاة. مي لي بوده الاخرين جاوني من العال. هذه قلت لكم لازم كم تسولوه من الحكايه هذه. نحمروه نبقاو نقلبوا فيه على جميع الجهات حتى يتحمر لنا ويدي لون ذهبي ونحيوه. شوفوا انا هنا كي جيت نحيه ثاني كي زيتو عذبني جاي تقسم لي كي يعودوا صغار ما يعذبوكمش حتى في الهزان تاعهم. كيما اللي على هذيك قلت لكم ديروهم على 4 الا شتي يجونا شويه ناقصين، على هادو ما راح يجيوكم 4 ملاح، ما راح يجيوكم صغار بزاف. هذا البودان تاني شوفوا كيفاه جاني سهل في الخدمه، وحتى في الهزان تاعو جاني سهل. نقليهم كامل. وهذه هي لي بودان تاعي. كي يعني تقدروا ديروا التحضير المسبق لهذا الطبق تخدموه الصباح، ومن بعد كي تجيو رايحين العشيه تقدروا توجدوا الفطور تاعكم. غير تحمروهم باش يعني تقدموه سخون، غير تحمروه في الزيت وتقطعوه بالطريقه هذه وتقدموه. شوفوا النتيجه اللي تحصلت عليها يعني رائعه. نتمنى انكم تجربوها بهذه الطريقه وتردوا عليا في التعليقات. نقصوه بالطريقه هذه، نحاولوا نميلوا الموس كما يعني نقصوا المسكوتشو نفس الطريقه. وتشوفوا الطبق تاعنا هذا ولا هذا البودان في طبق التقديم. وهذا هو البودان تاعنا مع رافقته مع الزيتون بصلصه حمراء. يجي يعطيله يعني بنه. وتقدروا ديروه مع الجلبانه، ديروا صوص تاع جلبانه. كاين اللي يحبوه مع لي شامبينيون، كل واحد يعني يرافق بلا صوص اللي يحبها. شوف انا نقطع معكم كيفاه تقطع بكل سهوله البودانة تاعنا. وإلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، وإلى الملتقى في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.